اي ما ينتظر التسليمة الثانية. اي بالنسبة لمن يقوم لقضاء ما فاته من الصلاة قبل تسليم الإمام التسليمة الثانية، هذا خطأ. الأصل أن لا يقف، يعني لا يبدأ بالقضاء إلا بعد أن ينتهي الإمام من التسليمتين. هذا على مذهب الحنابلة الذين يرون أن التسليمتين ركن، على قول جماهير أهل العلم أن التسليمة الأولى ركن، الثانية سنة. فإذا سلم الإمام التسليمة الأولى يعني أدى الركن، يجوز لك أنك توقف، على قول أكثر أهل العلم. على قول الحنابلة لا، لازم تنتظر حتى يسلم التسليمة الثانية. لكن حتى الذين يقولون يجوز، يقول الأفضل أنك لا ما تقوم، لأن الحين ما انتهت صلاة الإمام. فالصحيح أنه لا ينبغي أن يقوم للقضاء إلا بعد أن ينتهي الإمام من التسليم تماما، بعد أن ينتهي من التسليم. لأن أحيانا بعض الأئمة ممكن يسجد للسهو بعد السجود، بعد التسليم الثاني يسجد للسهو، فأنت لا تستعجل، كلها ثواني، يعني استعجال ما له سنة أبدا. لحظة بنقيم بعد ربع ساعة، قعدوا تو الناس ايش فيكم شغلتونا زين. فالمهم أنه لا يقوم إلا بعد التسليم الثانية، هذا هو الأولى والأحوط، والله أعلم. يلا أقم.